السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناه ديالي شيوات ميري. كنبغي نقول لكم رمضان مبارك، واخا جات معطله مي كنحاول باش نصور دابا تقريبا شي 3 ديال الحلقات اللي صورت. كل حلقه فيها وصفه معينه، وما عرفتش عندي شي مشكل في البيسي. فيما جيت كنحط الكارت ميموار كندخلها البيسي كيتمسحوا ليا، كتمسح ليا كامله، وقع لي مشكل فيها. ونتمنى دابا هذا الفيديو هذا يتثبت ان شاء الله، ونقدروا اننا نديروا له المونتاج باش يوصلكم. وكنرحب بكم ايضا في الجروب الجديد اللي درنا، سميتو شيوات ميري. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، وايضا كنرحب بكم في الصفحه ديالي اذواق واطباق اللي كانت الاولى. ايضا غادي نخلي لكم الرابط ديالها تحت الفيديو. واليوم ان شاء الله غادي نقدموا وصفه رمضانيه من تركيا، وصفه تركيه، ولكن غادي ندخلوا فيها جوج حشوات. الحشوه الاولى غادي نديروها بالكفته، والحشوه الثانيه غادي نخليوها اصليه كما كيديروها في تركيا بالجبنه. غادي ندخلوا عليها مواد اخرين، لكن غادي تبقى الاصل ديالها هو الجبنه. اذا في المقادير كيف ما كتشوفوا المقادير كتار. غادي نخدم ديريكت، ومن بعد غادي نكتب لكم المقادير يعني بالتصنيف في صندوق الوصف حتى هو لتحت. غادي يكون تحت الفيديو غادي يكونوا المقادير، يعني مقادير مضبوطه اللي استخدمت انا هنا قدامكم، وغادي تشوفوا الطريقه دابا قدامكم اللي غادي نبدا نخدم. اذا اول حاجه غادي نبداو بالعجينه. اذا غادي نبداو بالطحين. نديرو الطحين ديالنا في العجانه، تقدروا تعجنوها بيديكم ماشي مشكل. نديروا واحد الحفيره صغيره هنايا. غادي ندير الخميره ديال العجينه. بالنسبه للخميره ديال العجينه انا كنفضل هذه المعجونه، افضل حاجه اللي كتخمر الخبز. يعني بصراحه جربت جميع انواع الخميرات اللي خرجوا دابا، ما هذه احسن وحده كتخمر لك الخبز وانت مرتاحه. الاخرين ربما الا تبدلوا غير شي شويه خاصك تطلبي وقت باش انها تخمر. غنحتاجوا الماء، غادي نحتاجوا الزيت، غادي نحتاجوا شويه ديال الاعشاب. عندي هنايا خليط ديال الاعشاب كيف ما كتشوفوا، خديتو هكا جاهزين. تقدروا ديروا ديال الدار الا كانوا متوفرين عندكم. غادي نرشي شويه في العجينه باش تجينا من السما، اولا ديروا السانوج حبات البركه. هي الوصفه في الوصفه الاصليه كيديروا حبات البركه، انا ما عنديش اليوم. غادي ندير هاد الاعشاب باش ينسموا لي شويه العجينه. اذا ندير شويه ديال الزعتر بري كيف ما كتشوفوا. غادي ندير شي شويه، غير شويه ما نكثرش حيت هو شويه ريحته مجهده. دخلنا واحد النسمه زوينه في العجينه. وغادي ندير الملحه، 5 ديال الملحه. ثم نبدا نعجن العجينه ديالي. غادي نزيدوا الحليب غبره، ثم نخدموا العجانه ديالنا ونزيدوا الماء باش تعجن لينا. نديروا القياس ديال الماء ونخليوها تعجن. قبل ما نخليها تخمر ندير لها شويه ديال الزيت البلديه، هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. نغطيها بشي منديل ونخليها تخمر تقريبا 10 ديال الدقائق حتى 20 دقيقه تكون عندنا واجده. بالنسبه للحشوه، اول حاجه غادي ناخذ مقله، ناخذ كميه ديال البصله، نزيدوا لها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، ثم نخليوها تتدبل لينا شويه. غادي نحركوها نخليو البصله ديالنا حتى كطيح لينا شويه. كنزيدوا ليها فلفله
والكفته اللي عندنا. تقدروا تزيدوا اي نوع ديال الخضر اللي عندكم، بحال مثلا خيزو تحكوه يكون رقيق، ولا القرعه حتى هي لي كورجيت صغيره اللي تكون خضراء، هذيك تكون زوينه حتى هي تاخذوها وتزيدوها تكون حتى هي رقيقه وتزيدوها للحشوه كتجي زوينه. وبنفس الوقت الوليدات كياكلوا الخضره بلا ما يحسوا، حيت اغلبيه ما تيبغيوش الخضره. ومازال ان شاء الله نديروا حشوات اخرين متنوعه يقدروا الدراري ياكلوهم بلا ما يحسوا باللي راهم كياكلوا خضره. دابا غادي نزيد شويه ديال الربيع، نزيدو الثومه، نديرو شويه الثومه كثيره باش تنسم لينا الكفته اللي عندنا. وغادي نبداو نديرو التوابل. بالنسبه للتوابل هذوما التوابل اللي انا درت شويه ديال البسيبيسه والقرقله وشويه ديال الخرطوم، درت شويه ديال السكينجبير البزار والكمون والملحه، غادي نضيفهم مره واحده. ثم نزيد عليهم شويه ديال الزيت من الفوق، زيت البلديه، ونخلط كلشي. وفي الاخير غادي نزيد شويه ديال لي زيبينار، واحد المعلقه كبيره. بالنسبه لي زيبينار انا خديتهم من قبل وغسلتهم ونشفتهم مزيان، خليتهم تنشفوا مزيان قطروا، ونشفت كل ورقه بوحديتها وخديتهم وحطيتهم في هكا في بلاستيكات ديال الفريغو، ودرتهم نيشان في المجمد في الفريغو. درتهم في المجمد باش هكا يسهل عليا وقت ما بغيتهم نحطهم في شي حشوه ولا هذا، كناخذ البلاستيكه ديالي ديريكتومون كنقطعها مربعات صغيره صافي وكنستخدمها نيشان. ما غاديش نطيبهم انا بزاف، غادي نحطهم حتى للاخر حتى طيب لي الحشوه ديالي. بعد ما وجدت لي الحشوه ديالي كنحطها هكا في شي اناء باش تبرد لينا شويه. ودابا غادي ننتقلوا باش نوجدوا الحشوه الثانيه اللي هي الحشوه ديال الفرماج. دابا غادي نصايبوا الحشوه ديال الفرماج اللي عندنا. اذا غادي نبدا بالفرماج الطري، الفرماج اللي تيكون بحال هكذا طري. نزيدوا عليه شويه ديال الفرماج الاحمر، فرماج عادي احمر، واحد شويه، وشويه ديال الموتزاريلا حتى هي غير شويه بهذا الشكل. ثم نضيفوا انا غادي ندير جوج فرماجات مثلثين، حيت الفرماج مثلث المذاق ديالو الصراحه بوحدو مختلف على الفرماج الطري وعلى المذاق ديالو مختلف. وغادي نزيد شويه ديال الربيع، انا درت هنا غير المعدنوس، وشويه ديال هاد الاعشاب. غادي ندير الزعتر شويه، وشويه من هاد الاعشاب الاخرين. هذه تخليطه ديال الاعشاب دايرين فيها هما البقدونس، ودايرين فيها الطرخون، ما عرفت شنو هذا الطرخون، والثوم قصبي، والافرنجي منتوج فرنسي يمكن على ما اظن. انا لقيته في السوبر ماركت وجبته، فيه ريحه زوينه صراحه، ريحه زوينه، وحتى كتبان حتى في هكا في الحشوات ملي كنديرهم ولا في العجينه كتبان ديك النكهه ديال الاعشاب العطريه. دونك غادي نخلط هادشي اللي عندي هنايا. خلطوا بهذا الشكل هذا، تحصلوا على واحد الحشوه. تقدروا تزيدوا فيها فلفله مشويه كتجي حتى هي زوينه مع الفرماج، تقدروا تزيدوا فيها لي زيبينار.
اولا فلفله هكا مقطعه مربعات صغيورين. تقدروا ايضا تزيدوا فيها واحد شويه ديال الثومه اللي تكون محكوكه شويه باش يعطيكم داك النكهه ديال الفرماج بالنكهه ديال الثومه، حتى هي كتجي مزيانه. انا اليوم غادي ندير غير الربيع، وغادي ندير هاد النوع الاخرين ديال الفرماج اللي درت، وشويه ديال الاعشاب باش غادي نسمو. وخلاص الملحه راه كاينه، البزار اللي بغا يديرو ايضا يقدر يديرو. الحشوه كتبقى على اختيار كل فرد وشنو بغا يضيف. الاذواق في الاخير كتختلف، كاين ما كيبغيش يدير الفرماج. حنا دابا درناهم بجوج ديال الحشوات. الحشوه الاولى درناها بالكفته، والحشوه الثانيه درناها بالفرماج. اذا الحشوه ديالنا صارت جاهزه. دابا غادي ننتقلوا باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال الفطائر ديالنا. دابا ندوزو نشوفوا العجينه. كيف ما كتشوفوا هي خمرات. هذاك الزيت اللي كتشوفوا اللي زدت ليها قبيله، هذا الزيت الدور ديالو انه كيخفف لينا العجينه ديالنا كتولي خفيفه وما كتبقاش قاصحه. ملي كنطيبوها في الفران ما كتبقاش قاصحه. هذا هو الدور ديال الزيت البلديه في كاع الفطائر ولا في كاع المخبوزات. ملي كنديروا الزيت البلديه باش نطريو ديك العجينه ديالنا. وايضا نفس الدور اللي عند الحليب المجفف. الحليب المجفف حتى هو خطير بصراحه، يعني في المخبوزات كاملين كتلاحظي الفرق ملي كديريه وملي ما كديريهش. اذا غادي نحاول انا ندخل هاد الزيت هادي العجينه ديالي. اذا كيف ما كتشوفوا معايا سرحت العجينه ديالي بالمدلل. كنخليها شويه ما غليظه ما رقيقه، شويه متوسطه على الحجم المتوسط. كناخذ هاد المول، انا غادي ناخذ هذا مدور، ثم غادي نبدا نقطع هكا دوائر. نعاودوا نفس العمليه، نسرحوا شويه العجينه بشكل طولي بهذه الطريقه هذه، نعطيوها واحد الشكل بيضاوي. ناخذوا الحشوه ديالنا نحطوها هكا في الوسط، بهذه الطريقه هذه كيف ما شفتوا. ثم نعاود ندهن شويه بالماء هاد الجناب هادو ونعاود نسد. هكذا كيف ما كتشوفوا كنعسهم بحال ما هكا. ثم كنضغط شويه بايديا باش نثبت هذوك الحواف في الجناب. نسد مزيان هكا من الجناب. ثم ناخذ الفطيره ديالنا نحطوها هكذا في الطاوه، نعاودو عاوتاني نقادو. صافي. الفطائر ديالنا كيف ما كتشوفوا غادي ندهنهم بواحد البيضه مطربه. خديت بيضه طربتها، وهاد الجناب كلهم غادي ندهنهم هكا بالبيض.
دابا ننتقلوا للحشوه الثانيه اللي هي الحشوه ديال الفرماج. كنمددوها شويه هكا باش نعطيوها داك الفورم ديال هكا بيضاوي. كنعاود نحط الحشوه في الوسط هكا، وندهن عاوتاني الجناب بالماء، شويه بالماء باش يتسد لينا هكذا. ثم نفس العمليه كنحاول نسد داك الجناب هكا، ثم نعطيها الشكل الفطيره هكذا. نعاودو نحطو لهم شويه ديال الفرماج هكا من الفوق. غير شويه ما نكتروش. اذا بهذا الشكل هذا وغادي ندخلهم الفرن وعاد نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. كيف ما كتشوفوا معايا الفطائر ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران خليتهم بردوا شي شويه ودرتهم هكا في طبق التقديم. وكيف ما كتشوفوا معايا هادو اللي على اليسار ديال الفرماج وهادو اللي على اليمين هما اللي كنت عمرت بالحشوه ديال الكفته. والصراحه الحشوه ديالهم كتجي زوينه بزاف، وحتى العجينه خفيفه ورطبه وهشيشه كيف ما كتشوفوا. تحمروا ليا من التحت. نتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا. ولا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي شيوات ميري. وان شاء الله نتلاقاو في حصص اخرين وفي وصفات جداد ان شاء الله بحول الله. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله.